السلام عليكم. مشكلة الشر. كيف يكون إله كامل ويخلق وجود فيه شر؟ وكيف يكون إله خير ورحيم ويخلق شر؟ والحقيقة أن أحسن حل ظهر لهذه الإشكالية هو حل التكافل الوجودي، بمعنى أن الإنسان ما بيعرفش الشيء إلا بضده، والشر هو الدافع إلى الخير دايما. فأنت إزاي هتعرف الغنى والسعي إلى المجد والسمو من غير ما تعرف الفقر والجوع؟ وازاي هتعرف الخير من غير ما تعرف الشر والظلم؟ وازاي هتعرف الرحمة من غير ما تلاقي حالات إنسانية صعبة؟ فالشر والخير هم عاملان مكملان للوجود الإنساني. حتى في الطبيعة بتجد الشمس والنهار والليل والنهار واليابس والزرع والمطر والتقشف والزلازل والأعاصير. كل دي عوامل بتساعد على استمرارية الوجود اللي هو في الأساس ملك لربنا سبحانه وتعالى. فالخير والشر هم عاملان يتكافل به توازن الوجود. ولكن ليه ربنا يجعل هذه العوامل؟ ليه مثلا لازم نعرف اللذة بالألم والخير بالشر؟ ليه المعادلة دي؟ أقولك إن احنا لو افترضنا وجود إله كامل، فبرأيك مثلا كيف يكون الوجود الذي يخلقه؟ من وجهة نظرك هتقول مثلا إنه يكون مماثل زيه، يعم فيه الخير المطلق والرحمة المطلقة مثل الله، وجود مثل الله. ولكن أنسيت أن الكامل المطلق لا يخلق مطلق مثله، لأن الكمال هو حالة منفردة نظرا لطبيعة المخلوق. فكيف يكون مخلوق ممكن الطبيعة، يعني وجوده معتمد على حدث آخر؟ لكن الكامل الوحيد هو الله، لأنه هو العلة الأولى والواجب الوجود والحق الأول الذي وجوده من ذاته. ثم هذا الوجود كله هو حكمة الله. كل هذا الوجود هو حكمة الله، وحكمة الله في الوجود تقتضي عوامل لازمة لحكمته، زي مثلا كل النواميس والقوانين المسيرة في هذا الوجود، ومنها الشر في العالم الإنساني. وأنا شايف إن مفيش حكمة إنسانية تقدر تتعامل مع هذه الإشكاليات غير الدين بصفة عامة. ومن هنا نعرف فائدة الدين، لأن الدين هو الحالة الوجودية والمتواجدة مع الله، وهو حلقة الوصل بين العالم المحدود واللامحدود، وهو الله جل شأنه. والدين هو الحالة القلبية والإيمان التام بالقوة العظمى اللي مفيش حاجة بتحصل في مملكتها ورا إرادتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.